السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة جاية لكم بوصفة جديدة سهلة لذيذة بسيطة بس حلوة جدا. بنجيبها كتير من المطاعم، مطاعم الفول والطعمية أو أي مطعم بنروحه. معانا النهاردة بتنجان مخلل، من أروع الحاجات اللي ممكن تاكليها. سهلة في العمايل، ما بتاخدش وقت. ممكن تخزنيها عندك في التلاجة في أي وقت احتاجتيه، مع الغداء مع الفطار مع العشاء، بتبقى حلوة جدا وتفتح النفس. تابعي معايا الفيديو، واللي لسه لأول مرة تتابعني ما ينسانيش باللايك والشير. هنبدأ بما قدرنا ونقول بسم الله. معانا دول حوالي كيلو من البتنجان. كنت في السوق ولقيته هو موجود كتير جدا، حلو جدا. غسلته. انا ما كنتش ناويه الصراحه اصور الفيديو معاكم وانا بعمله، بس قلت لا، نفتح الكاميرا ونصور. معانا كمان دول هريسة شطة، دي انا كنت مخزناها ومفرزاها هنا في الفريزر. معانا حوالي 4 أو 5 ليمونات معصورين، عصير ليمون. ربع كوباية من الخل. راس من الثوم، يعني تقريبا لو حسبتيها معلقة كبيرة. معلقة كبيرة من الكزبرة. نص معلقة صغيرة من الكمون. المطاعم ما بتحطش الكمون. معانا كمان معلقة من الملح، هحطها دلوقتي في التتبيلة. اهم حاجة لازم تغسلي البتنجان كويس. هنجيب حلة ننزل فيها بالبتنجان بتاعنا. انا ليه سايبة البتنجان بالقمع بتاعه؟ هسلقه بيه. اولا بيحافظ على لون البتنجان، ما بيخليهوش يسمر من جوه، بيخليه حلو جدا. هبدأ املى الحلة بتاعتي كلها مية، من المية باردة عادية من الحنفية. هملى الحلة للاخر. غطي، حاولي على قد ما تقدري تغطي البتنجان بالمية. كده مليت الحلة. انتوا عارفين ان البتنجان مجرد ما بتحط في عليه ميه، ده انا بشرح لكم ان ليه انا ما شلتش القمع بتاعه. عشان البتنجان ما يفضلش على وش الميه كده، هجيب طبق واحاول اغطس البتنجان لتحت. هرفعه دلوقتي على النار. هسيبه يغلي. هو هياخد حوالي ممكن من ربع ساعة لتلت ساعة على النار. هو ما بياخدش وقت كتير، او حسب البتنجان بتاعك، يعني حسب نارك. هنسيبه دلوقتي يستوي. هنغطي عليه ونستنى لحد ما يستوي. كده البتنجان بتاعنا اتسلق. هتعرفي منين ان هو اتسلق؟ اما تمسكي البتنجانية نفسها، تمسكيها من عند القمع تضغطي عليها، هتلاقيها طرية نفس البتنجان بالظبط. كده اعرفي ان هو استوى. ابدأ اطفي عليه وصفي ميته. صفينا ميته. كان سخن جدا في الوقت ده، ما كنتش قادرة ان انا اشيل القمع بتاعه. فهسيبه على جنب وهبدأ احضر التتبيلة بتاعتنا. اللي لسه اول مره يدخل وما عملش لايك ما ينساش يعمل لي لايك ويفعل لي زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من اشعاراتي. جبنا بوله فاضيه نزلنا فيها هرسه الشطه. هننزل كمان بعد هرسه الشطه، هننزل بالثوم. التتبيله دي انت ممكن تعملي منها كميه وتعينيها في الفريزر، تستعمليها مع تتبيله الاسماك عموما. تستعمليها مع تتبيله البتنجان المخلل زي ده، البتنجان المقلي، مع مع الدقة بتاعت الكشري، مع حاجات كتير جدا، مع الطماطم المخللة الله عليها بتبقى حلوة جدا. حطينا الخل والليمون وهنحط الكزبرة والكمون. هننزل دلوقتي برضو بالملح. فانا بقولك التتبيلة دي هتنفعك في كل حاجة لو انت جهزتيها وعنتيها في بطرمان، وعنتيها في الفريزر. هندوب كل التتبيلة عشان تختلط ببعضها.
جبنا البتنجان بتاعنا، هنشيل القمع. هو كان سخن، في انت ممكن تشيليه بايدك، سهل جدا في الشيل لان كده كده مستوي. بس انا فعلا كان سخن، مش قادره ان انا اشيله بايدي. البتنجان وانتي بتسلقيه حاولي على قد ما تقدري ما يتهريش منك قوي، يعني حاولي تسيبيه، يعني فاهمه، متماسك. هنبدأ نشيل من البتنجان كله القمع بتاعه. دي تقدري تعملي منه كمية وتعينيها في التلاجة يقعد معاكي شهر. في اي برطمان ازاز، بس يفضل يكون ازاز. ولو ما عندكيش ممكن برطمان ازاز بلاستيك، مفيش مشكلة، او علب. وتتبليه وتحطيه في العلبة وتغطي وش العلبة بكيس وبعدين الغطا. هيقعد معاكي فترة في التلاجة، ما تقلقيش. وخصوصا لما هعمل معاكي الوقت فيه مية هنحطها او تتبيلة هنحطها هتحافظ لك عليه. هنبدأ نفتح البتنجان بالسكينة بالشكل ده. بس حاولي ما تنزليش للاخر زي ما انا اتفتحت مني في البتنجانة دي. هنبدأ نحشيها دلوقتي بالتتبيلة. هنعمل كله، هعمل معاكم كمان واحدة او اتنين. وانا مش عارفة كادر التصوير ماله بعيد ليه كده، مش لما اكون بصور ما بقاش واخدة بالي الكاميرا بتبقى في شكلها ايه. فمعلش المرة الجاية هاخد بالي من حاجة زي كده. هنحشيه كل البتنجان، هنحشيه بالشكل ده. التتبيلة دي حلوة قوي وطعمها حلو قوي. انا عندي ولادي ما شاء الله بيحبوا ياكلوها كده من غير اي حاجة، يعني اللي هي ابني ربنا يبارك فيه بيمسك المعلقة ما شاء الله ويفضل ياكل فيها، بيحبها جدا. وممكن كمان يعملها سندوتشات. هنخلص كل البتنجان بتاعنا بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي. كده خلصنا الكمية كلها بتاعتنا. وما شاء الله التتبيلة كانت بالظبط، يعني يا دوب فضل فيها حاجة بسيطة جدا. هنعمل دلوقتي بقى اللي انا بقول لكم عليه. احنا دايما بنشوف البتنجان ده في المطاعم لونه احمر، فمش عارفين ايه السر اللي بيخليه احمر. هقول لكم دلوقتي السر اللي هيخليه احمر في اللقطة دي. الكاميرا كانت بعيد، كادر التصوير كان بعيد عن اللي انا بعمله. بس هقربه دلوقتي واقول لكم بعمل ايه. انا جبت مية مغلية، نزلت فيها شريحتين من البنجر. البنجر ده السر بقى اللي تلاقيه في المطاعم كلها، مخليلك البتنجان المخلل لونه احمر. نزلت الشريحتين البنجر على ميه مغليه. لو عندك ملح ليمون نزليه فيه هيبقى كويس جدا، دي ماده حافظه هايله. بس انا ما كانش عندي هستبدلها بملح وعصره ليمونه. يعني انا عصرت ليمون في اللقطه دي، عصرت ليمون وهنزل بالملح. في كمان مادة حافظة حلوة جدا هتحافظ لك على البتنجان بتاعك ما يبصش. معلقة من السكر. هتسأليني معلقة السكر دي ممكن تغير في طعم البتنجان؟ لا ابدا مش هتغيره. هي بتحفظ لك البتنجان فقط لا غير، بس مش هتحسيها اصلا ولا هتحسي طعمها. هي معلقة واحدة بس اللي هتحطيها، معلقة من السكر. هندوب بقى كل الخليط ده عشان يدوب السكر والملح. عايزة تسيبي الخليط ده شوية البنجر ينزل فيه مية لون اكتر زي ما انتي عايزة. ده باقي التتبيلة اللي بقولكوا عليها اللي فضلت من البتنجان. هننزلها كمان في المحلول ده. اللي لسه ما عملش لايك ما ينساش يعمل لي لايك ويفعل لي زر الجرس عشان قناة تكبر بيكم وبدعمكم. نزلنا المحلول بتاعنا، غطينا بيه البتنجان. هتسيبيه بقى لحد ما يبدأ يتشرب وياخد من طعم التتبيلة وياخد اللون كمان بتاع البنجر.
ده شكل الطبق بتاعنا، فعلًا، فعلًا طعمه حلو أوي، 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 جرّبيه وجرّبيه بالطريقة بتاعتي، وإن شاء الله، إن شاء الله هيعجبكم. شايفين شكله عامل إزاي؟ هو لسه كمان ما خدش لون البنجر، بس فعلًا رائع. جرّبيها، وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. استنيني في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة